تعمل ايه عشان تمرر قرار هيعمل قلق؟ فرقع جنبيه قنبلة. فلو فرقعت جنبيه قنبلة، عدي القرار من ورا. يعني ايه الكلام ده؟ مرسي كان عايز يعزل النائب العام، فلما أصدر قرار بعزل النائب العام حصل كده، المظاهرات طلعت وقال لك لأ وما ينفعش عزل النائب العام وهكذا، ومرسي اتقال عليه ايه؟ استبن. تمام؟ طيب يعمل ايه مرسي علشان يعزل النائب العام وما يحصلش اللي حصل المرة اللي فاتت؟ باختصار خالص، مرسي راح مطلع شوية قرارات. أول حاجة عزل النائب العام، تاني حاجة أعاد محاكمة قتلة الثوار، وراح حاطط قنبلة اللي هي تحصين التأسيسية وتحصين مجلس الشورى وتحصين جميع قراراته. مرسي قبل القرارات دي كان استبن وكان خسران، وكان بيتقال عليه ان هو فاشل ومش قادر يضيف البلد، وكانت المعارضة ايه؟ كسبانة، كانت عمالة تتكلم عليه، ومرسي كان خسران. بعد ما مرسي خد القرارات ديت بقى ايه؟ بقى كسبان، صح؟ طيب بعد ما مرسي خد القرارات ديت بقى كسبان وحط المعارضة في مزنق، لو سكتوا هتتحسن قرارات التأسيسية والدستور هيتمرر. طب ولو اتكلموا، لما يتكلموا مش هيتكلموا في عزل النائب العام، هيتكملوا في القنبلة اللي مين؟ اللي فرقعها مرسي، صح؟ اللي هي تحصين التأسيسية وتحصين مجلس الشورى وقرارات. وبكده يبقى مرسي عزل النائب العام بنجاح من غير ما يحصل أي مشاكل. طب بس الناس دلوقتي او المعارضه كده مرسي بقى ايه؟ بقى كسبان نقطه. طيب بس الناس دلوقتي او المعارضه بتهاجم مرسي عشان النقطه ديت اللي هي ايه؟ اللي هي تحصين التأسيسية وتحصين قرارات. يقوم مرسي سايبهم يتكلموا يقوم مرسي سايبهم يتكلموا ويعملوا مظاهرات ويقولوا هيبقى ديكتاتور وهيسيء استخدام السلطه و وبعد كده يروح مطلع قرار لاغي فيه تحصين التأسيسية، ما هو أصلا هيعينها بعد كده فمش خسران حاجة، ولاغي تحصين قراراته، فيقوم كسبان أرض. طبعا الأرض هنا مش القوى السياسية خالص ولا ليهم أي لازمة، لا هو بيحاول يكسب أرض اللي هم مين؟ اللي هو الشعب، فيكسب ثقة الناس. فلما مرسي دلوقتي يكسب أرض المعارضة اللي كانت بتقول عليه هيستغل سلطاته تبقى خسران، يعني هتخسر شعبية وهتخسر مصداقية في نفس الوقت اللي فيه مرسي ايه؟ هيكسب ارض، اللي هو هيكسب شعبية ان هو التزم بقراراته حتى لما وعد الناس اوفى، هيقولوا لك وعد فاوفى. تمام؟ طيب لحد هنا جميل كده، مرسي هو كسبان، يعني القرارات ديت لما فرقع القنبلة ديت لغاها بعد كده وعزل النائب العام وحاكم الثوار. بس هيحصل تمرير للدستور اللي هم عايزينه، اللي الجمعيات التأسيسية ديت عاملاه، لأنه كسب تأييد شعبي، كسب أرض مش قوة سياسية خالص. طيب لما دلوقتي الدستور ده يتمرر فيه مادة كده يعني غريبة جدا محطوطة، اللي هي مجلس الدفاع الوطني، اللي كان الإخوان نفسهم وكان الناس كلها اعترضوا عليها في وثيقة السلم. طيب المادة ديت دلوقتي تم اقتراحها تاني وهتعدي مع الدستور الجديد، لأن الصناديق قالت للدين إيه؟ نعم. وكما قال أحمد مكي ودمتم. بصراحة مرسي لعبها صح. أنا عن نفسي معترض طبعا على قراري.